الكيكة دي لازم تجربوها بجد لانها هتعجبكم قوي. معمولة على البوتاجاز ومن غير فرن، وطلعت بجد وهم. تسوية البوتاجاز من فوق احلى من الفرن بكتير في الكيكات. عايزاكي تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه في التعليقات. يلا بينا بقى نشوف خطواتها وطريقة كيكه تحضيرها برضو جنب بالظبط. الاكل كده، حاجه كده تحليه بسيطه للاطفال، وكمان تبقى جميله كده جنب كوبايه الشاي. احط بيضتين وكوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، وهحط باكو فانيليا، وهضربها كويس جدا. وبعد كده اكون محضره كوبايتين دقيق عليهم باكو كيك شيف ورشه ملح، واقلبهم كويس جدا مع المواد السائله اللي انا ضربتها في الخلاط. بس هبدأ كده بقى ايه، زي ما انتم شايفين بقلبها كده، بحاول اعمل لها كده الهواء بتاعها، بتبقى جميله جدا وبتبقى هشه وطريه وجميله قوي. وهي ايه اما تخلص من السوا بتاعها، هحط معلقه خل عشان يديها كده هشاشه وتبقى لونها ابيض من جوه. هحط بقى صينيه على البوتاجاز تكون واسعه عن الصينيه اللي انا عامله فيها الكيكه، وهوطي النار كده اخليها وسط وجميله. مش عايزاكي تستخدمي الفرن بوتاجاز تاني ابدا.